بعد ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت مفاهيم مهمة جدا في عالم الذكاء الصناعي زي الفاونديشن موديل، جه بقى الوقت انك تستخدم الموديلات دي بنفسك، وده الجزء المفضل بالنسبة لي، الجزء العملي والكود. في الحكاية دي هنعرف ازاي نقدر نستخدم الموديلات دي واحدة واحدة مع بعض، ويلا بينا نبتدي الحكاية. أول مشكلة هتقابلك إنك ازاي تلاقي فاونديشن موديل، وهقولك تجيبه منين. هتحتاج تخش على موقع اسمه هاجينج فيس. ممكن أقولك ببساطة إن الموقع ده زي السوشيال ميديا بتاعت الذكاء الصناعي. ليه؟ علشان عليه موديلات جاهزة يدوب بس تقدر تحملها وتشتغل بيها على طول، وبعد كده لو اضطرينا إن احنا ندرب موديلات الذكاء الصناعي دي بنفسنا أكيد هنحتاج بيانات. الموقع ده بيقدم لك داتا سيتس أو مجموعات بيانات جاهزة بكل الأنواع اللي تتخيلها. وعلى فكرة احنا هنحتاج الموقع ده كتير جدا في الحكايات اللي جاية. هسيب لك الرابط في الوصف ويا ريت تسيفه في المتصفح عندك. الموقع ده كنز فعلا لأي حد عايز يشتغل في مجال الذكاء الصناعي. المهم دلوقتي عشان نوفر الوقت والمجهود بتاع عملية التدريب، خلينا ندور على فاونديشن موديل جاهز. المهم انا دورت شوية ولقيت 2 موديل كويسين ومناسبين قوي للحالة بتاعتنا. تمام لحد هنا. تعال بقى نشوف ازاي نقدر نستخدمهم. الموضوع أبسط مما تتخيل. أول حاجة بتستخدم مكتبة اسمها ترانسفورمرز، بعد كده بتحدد الموديل اللي ناوي تشتغل عليه، وبعدين هتحتاج حاجة اسمها توكنايزر، ودي بتحول الكلام لأرقام أو مصفوفات عشان الموديل يقدر يفهمها ويتعامل معاها. وعلى العموم ما تشغلش بالك بيها دلوقتي عشان هنتعمق فيها أكتر بعدين وهنفهمها بالتفصيل. الموديل اللي اخترناه ده بقى بيعمل ايه؟ بتديله فقرة أو مقال ومعاها سؤال، وهو بيقدر يستنتج الإجابة من النص. أول حاجة إنه بيحول الكلام لمصفوفات أو أرقام عن طريق التوكنايزر، وبعدين بيطلع لك مكان الإجابة جوه القطعة، ومن خلال كام خطوة بسيطة كده تقدر ترجع الإجابة لنص زي ما كانت. بس مش محتاجين نخش في التفاصيل قوي بتاعت الموديل ده عشان بتختلف من موديل للتاني. في كمان طريقة أسهل من كده بكتير، عن طريق استخدام حاجة اسمها بايبلاينز، ومش هتروح بعيد، دي في نفس المكتبة. كل اللي عليك انك تحدد نوع الموديل واسمه، وطبعا نوع الموديل ده تقدر تلاقيه في موقع هاجينج فيس، والمكتبة هتطلع لك على طول الإجابة كنص جاهز، ومش محتاج بقى لا تيكونايزر ولا تحول أرقام لنصوص ولا أي حاجة من وجع الدماغ ده. بس استنى، هل دايما الموضوع سهل كده؟ لا طبعا. السبب ان الموديل اللي احنا استخدمناه ده كان موديل جاهز ومتدرب فعلا. يعني في حد قبلنا خد موديل فاونديشن موديل زي GPT-2 ودربه على نوع معين من البيانات، أسئلة وإجابات، عشان يقدر يوصل إنه يعمل الوظيفة اللي استخدمناه فيها من شوية. مثلا الموديل اللي استخدمناه هو مبني على فاونديشن موديل، وهو ده اللي بنقول عليه موديل الأساس، وده معمول بواسطة شركة كبيرة زي فيسبوك، لأن الشركات الكبيرة بس هي اللي عندها إمكانيات إنها تبني فاونديشن موديل بالحجم ده. المهم إنهم خدوا الموديل ده وخصصوه إنه يجاوب على الأسئلة. إزاي؟ عن طريق إن هم دربوه على قاعدة بيانات بتحتوي على مقالات كتير من موقع ويكيبيديا، أسئلة وأجوبة. الفكرة هنا إن الموديل اللي احنا استخدمناه ده هو مش فاونديشن موديل في حد ذاته، لكن هو فاونديشن موديل تم تدريبه وتخصيصه عشان يقوم بمهمة معينة. وبكده احنا عرفنا لحد هنا ازاي نقدر نستخدم موديل ذكاء صناعي بالفعل جاهز ومتدرب. وفي الحكايات اللي جاية على كودكس لاين في سلسلة تعلم الذكاء الصناعي هنعرف بالتفصيل ازاي نقدر ندرب موديل الاساس ده بنفسنا عشان يقوم بوظيفة معينة، زي بالظبط الموديل اللي احنا لسه مستخدمينه من شوية. وطبعا ما تنساش انك تتابعنا وتشترك في القناة. والغرض من الحكايات دي اننا نتحول من اشخاص بتستخدم الذكاء الصناعي لاشخاص بيصنعوا موديلات الذكاء الصناعي. ولحد هنا خلصت حكايتنا، واشوفكم في الحكاية اللي جاية على كودكس لاين، والسلام عليكم.